السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في قناة يلا كورة. تصريح خطير من بيب جارديولا المدير الفني للمان سيتي يتغنى فيه بالنادي الأهلي ويسخر من الزمالك أثناء زيارته لمصر. شاهد الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. الأسباني بيب جارديولا أثناء زيارته لمصر يتغنى بالنادي الأهلي ويسخر من الزمالك. المدير الفني للمان سيتي بيب جارديولا يشيد بالنادي الأهلي في تصريح خطير، حيث قال: هناك نادي في الدوري المصري يدعى النادي الأهلي، أرى الجميع يتحدث عن هذا الفريق ويتغنى بقدراته، مما دفعني إلى متابعة هذا الفريق. وعندما تعمقت في البحث عن هذا النادي وجدت أن كل ما يتداول صحيح، فهو فريق عظيم يملك العديد من البطولات واستطاع التغلب على أكبر أندية العالم. فهذا الفريق استطاع المنافسة أمام البايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، وأيضا يملك العديد من اللاعبين لديهم مهارات أوروبية استطاعوا التغلب على الوداد المغربي وحصد اللقب الأفريقي مثل بيرسي تاو وحسين الشحات، فهم لاعبين محترفين، وأرى أن لديهم الفرصة للعب في أكبر الدوريات الأوروبية. وقال جارديولا متعجبا: من الغريب أن نادي بحجم النادي الأهلي لا يوجد له منافس في الدوري المصري، فأنا لم أسمع بنادي في الدوري المصري بحجم النادي الأهلي، وأنا أرى أن النادي الأهلي هو المنافس للمان سيتي في كأس العالم للأندية المقام في المملكة العربية السعودية. وقال أخيرا: سعدت بزيارتي لمصر والتعرف على كثير عن النادي الأهلي. وفي النهاية، لو عجبك الفيديو اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة يلا كورة.